البشر ده ربنا خلقه زيك، القدرات دي انت اللي جبتها ولا انا؟ ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مديها ومديها لك. فاحسب المعادله صح عشان ترتاح وتوفر على نفسك وقت طويل جدا في رحلتك في الحياه. فخدها بالترتيب صدقني، وعن تجربه كلنا او معظمنا الا من رحم ربي اللي متاسس بقى صح وفعلا طول الوقت في بيئه ومحيط فعلا يخلي الحجر يذكر الله فعلا. وكل حاجه في الدنيا طبعا بتذكر الله، فاهمني؟ لكن الاب داون اللي راح وجه، اللي صاحب شويه صحبه مش عارف ايه، اللي بعد شويه على الطريق ورجع تاني، ده كله بيبقى مش الاول ان هو في الاول اعتمد على قدرته او اعتمد على حد يحل له مشاكله، وفي الاخر بعد وقت طويل بيضطر اسفا انه يروح لطريق ربنا سبحانه وتعالى. فوفر الطريق ده كله من بدري ليك وليا، وخدها من قصرها، وخدها بالاهم ثم المهم، طريق ربك سبحانه وتعالى، ثم نفسك، ثم